دلوقتي طبعا مبروك الاهلي والكلام ده كله والفاينل والكاس وكده، بس عايزين نتفاهم. يعني الاهلي دلوقتي هيلاعب بيراميدز في الفاينل، بس عايزين نعرف نتفق الاول ليه الاهلي هيلاعب بيراميدز في الفاينل. لان امبارح كان في حكم يا جماعه، كان محطوط في موقف صعب جدا الصراحه. كان محطوط ما بين مرتضى منصور هيسب له بالاهلي لو عمل اي غلطه، وما بين مالك بيراميدز اللي قال لك هيسحب استثماراته لو ما اتظبطش في اللقاء. الحكم الصراحه اختار عرضه، اختار انه ما يتسبلوش الاهلي، وما ما قال لك بيراميدز نضحي بيهم، وطرد لهم الواد من الدقيقه 10. الزمالك لعب ساعتين زياده واحد وما ما وصلش. ليه؟ لان خلاص بقى في كشف منشطات، فالعيال ما بقاش فيه الحاجات اللي بتتاخد قبل المباريات دي. ومع ان الاباتشي كان موجود. انا اللي بخ... انا فتحت التلفزيون امبارح لقيت الاباتشي والزمالك، انا قلت خلاص كده 8-1 للزمالك، 8-1. بس يا اخي يشاء المولى ان الاباتشي هو اللي يفرح الواحد في الاخر. انا قلت لكم من زمان ومحدش سمع كلامي، الاباتشي الاهلاوي، بس محدش سمع الكلام. الاباتشي الاهلاوي طول ما انت بتقولها صدقني والله العظيم ثلاثة يا جماعه، اقسم بالله انا شيكابالا ما ضيع من الاهلي بطوله. انا بحلف بالله وحياه ربنا شيكابالا ما ضيع من الاهلي بطوله. انا بحلف بالله يمين احاسب عليه عند ربنا. شيكابالا ما ضيعش، ما جابش بطوله للزمالك من الاهلي، لم يحدث لم يحدث. من ايام ما كان قد عيالي كده، مش بيلعب من بقاله لك 20 سنه في لحد اهو، وهيفضل يلعب لحد ما يبقى قد كريستيانو. مفيش والله. واحلى حاجه ان هو اللي ضيع الخمسه، والله العظيم راحه. فرحان فيه طبعا، فرحان فيه طبعا. النهارده بقى ماتش الاهلي ده، لا انا ما بسطنيش خالص النتيجه والاهلي وصل للفاينل وكده، لا كل ده لا. انا اللي بسطني بس الهاني سليمان. ليه؟ لان ده ازبل لاعب كوره في تاريخ مصر. ايوه ازبل لاعب كوره في تاريخ مصر. الراجل قبل الماتش ده طول عمره بيضيع وقت. الناس تقول لك اصله يستفزوك وبيعرف يستفزوك. لا يا حبيبي، ده ما بيعرفش يستفزنا، ده بيستغل ان التحكيم في مصر زفت. لان الحكم لو في حارس مرمى زي ده ياخد كل ماتش يا انذار يا طرد. غير ان هو كل شوط ممكن الحكم والله يحط له لوحده كده 10 دقايق، بس الحكام هنا بيخافوا يعملوا الكلام ده. فالواد عارف ازاي يبوظ النظام، هو كسبان بيضيع له بتاع تلت ساعه لوحده. والنهارده قبل الماتش قال لك انا حاطط على السوشيال ميديا، بيقول لك انا هضيع وقت، وحاطط صورته وهو على الارض. في وساخه اكتر من كده؟ في وساخه اكتر من كده؟ انا هقول حاجه بس ما تفهموهاش شتيمه. يعني اللغه العربيه في المعجم، في كلمه اسمها اختراق، ما تكشف عليها في المعجم خرق. فهو اتخرق. دي لغه مش سفاله، دي اتخرق. دي لغه عربيه. الكره دخلت من سرته وخرجت من كورتين كده، فات 10 دقايق وخرجوه. يحطوا بوستات بقى على السوشيال ميديا بقى، هرجوله يحطوا بوستات على السوشيال ميديا بطوله كده. خرج الفرقه النهارده والله. انا عشانه هو بس، والله انت عارف، لو انت عارف يعني انا لولا هو انا ما كنتش هبقى فرحان كده لا. التصرفات الزباله من ناس بتعمل تصرفات زباله عشان عايزه تبقى يعني مستفزه بانها زباله، لازم يحصل لها حاجه زي كده. اصل يا جماعه في الاخر ده كون طبيعي، لازم الدنيا اخد وعطا. مش هتفضل طول عمرك تقرف في خلق الله وكده، ربنا يسيبك. فانا فرحت فيه الصراحه وهفضل فرحان فيه. يعني انا البطوله دي هنسميها بطوله خرق هاني سليمان. وايه تاني؟ والاباتشي الاهلاوي. لازم تفتكر كده انك انت سبب انك غلبتها ان شاء الله اما تغلبها هو انك انت شيكا ما خلاكش يعني سهل لك وجاب لك بيراميدز في الاخر، والهاني سليمان ان هو اتخرق. دول مهمين جدا الاثنين دول، خليك فاكرهم، من اباتشي والهاني سليمان اتخرق بس.